فيديو كارثه، مش فيديو بيزنس، مش فيديو الاستثمار والكلام اللي احنا بنعمله، لا ده فاصل قبل ما نواصل. فيديو هز بصراحه، هزني انا شخصيا، ومش عارف هز الناس كلها ولا لا، بس اكيد هز الناس. عيل عنده 15 سنة موجود في دولة عربية مع والده متغرب عايش بره، واخد أسرته معاه، قاعد على الإنترنت. أكيد الله أعلم طبعا، مش هنظلم، بس أكيد باباه فرحان إن الولد شاطر وعبقري إنترنت وحافظ كل حاجة تكنولوجيا جديدة، لكن الوالد اللي تعبان وشقيان عشان اولاده يعيشوا حياه كويسه، ومش سايب اولاده واسرته في البلد الاولانيه، لا جايبهم معاه عشان ما يبقوش بعيد عنه. ومع ذلك الولد ال 15 سنه فاتح بيزنس على الانترنت تحت اسم تجاره الاعضاء. اساسا الاسم نفسه مصيبه. المصيبه الاكبر ان هو مش تجاره اعضاء، عامله تحت بند تجاره الاعضاء في مواقع معينه خاصه على الانترنت مسؤوله عن تجاره الاعضاء، وبيجيب ناس يوظفهم، الناس من الدول العربيه الكبيره بس اللي ظروفها الاقتصاديه مش احسن حاجه، بيخليهم يستدرجوا اطفال تانية وناس شباب صغيرين يستدرجوهم بحجة ان هو عايز الاعضاء بتاعتهم البشرية يشتريها ب 500,000 دولار. يعني استدرج مثلا شاب، قال له تعالى استدرج لي طفل وخده شقة لوحده واذبحهولي وشقه الكلام صعب، شق من فوق لتحت خالص وطلع احشاء وهات لي الكبد وهات لي القلب وهات لي، بس بشرط يكون الكلام ده لايف معايا عشان ابقى متاكد ان الكلام ده مظبوط وانت بتعمله زي ما انا طالب، مش جايب لي حاجه كده خلاص. والولد فعلا وقع في الموضوع ده واستدرج شاب تاني صغير، طفل تاني 15 سنه برضه ولا حاجه، وذبحه، مش ذبحه، قتله، معرفش قتله ازاي، وشقه 2 من فوق لتحت واستخرج اعضائه، وكل ده لايف. يكتشفوا ايه بقى؟ يكتشفوا ان الولد بياخد اللايف ده بيبثه على الدارك ويب. الناس اللي عارفه الدارك ويب والانترنت المظلم، وفي ناس الساديين اللي بيحبوا زي التلفزيون الواقع والكلام ده بيتفرجوا على الكلام ده وبيستمتعوا بيه، وان ده بيحصل لايف قدامهم. الساديه وانعدام والوحشيه وانعدام الانسانيه وانعدام الحيوانيه حتى. في ناس كده، في ناس موجودين ومش حدش عارف ان هم كده وعايشين في وسطنا، احنا مش عارفين ان هم ساديين والمنظر ده. للاسف الولد طبعا قبضوا على الراجل، فكروا ان الراجل، لان الولد متخيل ان حد كبير في الدولة العربية دي هو اللي بيتواصل معاه وهيديله ال 500,000، ويا ريت بقى اداها له. ده قال له لا مش هديها لك، لازم تروح تعملها لي تاني بفيديو تاني عشان احول لك الفلوس. وفعلا الولد اضطر يروح يشوف ضحية تانية عشان يبدأ يعملها نفس الجريمة الشنعاء دي عشان ياخد الفلوس الأولانية. ما خلاص بقى، ما كده ده باظت بقى. فطبعا مسكوه، والولد اعترف على الراجل اللي في الدوله العربيه اللي بيوعز له بالكلام ده، فيفتشوا ورا الولد او الراجل، يكتشفوا ان هو مش الراجل يا عيني، ده السيم كارد بتاع ابوه، والولد اللي ابن اللذينه اللي عنده 15 سنه هو اللي بيعمل كده. انا شفت من الانترنت، شفت اولاد بالسن ده واصغر من السن ده بكتير، وبتدخل على العاب وبتدخل على مواقع تعليميه وعلى حاجات كتيره جدا سوشيال ميديا، وبيعملوا مصايب سودة، والاهالي ما بتعرفش تتعامل معاهم بعد كده. الانترنت ما هوش حاجه كويسه، الانترنت غالبا سيء الا ما رحم ربي، فالقليل فيه هو اللي كويس. احفظوا عيالكم. وموضوع الانترنت ده بجد الزوجات اللي عندهم وقت كتير وعندهم فراغ عاطفي وعندهم مشاكل مع ازواجهم لان هم فاضيين، وازواجهم طبعا ما بعممش، بتكلم على الحالات دي، وعايزين بقى الحنان وعايزين الاهتمام اللي ما بيطلبش، واللي عايزين الانترنت طول ما هو في ايديهم خطر. الاولاد الصغيره اللي مش عارفين، مش متربيين وعندهمش وازع ديني وخلقي ونفسي وحاجات كتيره، الانترنت مصيبه مش خطر. الرجاله اللي قاعده لوحدها وعندهم يعني اسنان مغبونان فيهم الانسان الصحه والفراغ، اللي عنده صحه مش عارف يوديها فين، واللي عنده فراغ مش عارف يعمل فيه ايه. الموضوع الانترنت من اسوأ الحاجات، قسما بجلال الله. انا لولا ان انا البيزنس بتاعي معتمد على الانترنت وكنت دخلته، انا كنت بطلته من زمان جدا وشبه موقفه عند كتير من اللي حواليا من اسرتي. يا جماعه انتبهوا لاولادكم وتابعوهم كويس جدا. الفيديو طويل بس بصراحه خطير جدا وناقوس الخطر ضرب من زمان. انتبهوا وشكرا لكم، سلام.